I have a lecture at 9 a.m. هقولها مرتين بالنطق الأمريكي. I have a lecture at 9 a.m. I have a lecture at 9 a.m. معناها بالمصري أنا عندي محاضرة الساعة 9 الصبح. بالنسبة لتركيب الجملة I يعني أنا، have يعني عندي أو أمتلك، a lecture يعني محاضرة، at 9 a.m. يعني الساعة 9 الصبح. البدايل اللي ممكن تقولها بدل الجملة دي I am attending a lecture at 9 أو my class starts at 9. كلهم بيدوا نفس المعنى إن عندك محاضرة أو حصة الساعة 9. أول بديل I am attending a lecture at 9. I am يعني أنا، attending يعني بحضر أو بكون موجود في المحاضرة. وهنا التركيب بيبين إنك في حالة فعل مستمر، يعني أنت دلوقتي أو هتكون بتشارك في المحاضرة. A lecture زي ما قلنا يعني محاضرة. At 9 يعني الساعة 9. يبقى الجملة كلها معناها أنا بحضر محاضرة الساعة 9. نكمل على البديل التاني اللي هو My class يعني الفصل بتاعي أو الحصة بتاعتي. Starts يعني تبدأ أو تبتدي. فالجملة كلها لما نقول My class starts at 9 معناها الحصة بتاعتي بتبدأ الساعة 9. لو عجبك اللي سمعته ولسه عايز تعرف جمل أكتر وتطور إنجليزيتك بطلاقة، تابع باقي الحلقة على قناتنا ساندوتش إنجليزي على يوتيوب.